هدف، والاسماعيلي بقى يطور الاداء في هذه اللحظات ويبحث عن تحقيق التعادل. احمد سمير فرج يلعب على القائم الاول، يلعبها حلوه وجول التعادل. لسه بقول لحضراتكم الاسماعيلي يبحث عن التعادل، وبالتخصص محمد محسن ابو جريشه بيسجل في هذه اللحظات هدف التعادل للنادي الاسماعيلي في ركله ركنيه لعبت خلف لمحمد محسن ابو جريشه اللي ينجح في احراز التعادل في الدقيقه 80 من عمر اللقاء. نادي الاسماعيلي يستغل الارتباك اللي حدث في النادي الاهلي. بقول لحضراتكم نتيجه التبديلات الاضطراريه وظروف عكسيه مع النادي الاهلي، اتلعبت حلوه قوي على القائم الاول، يلمسها نادي الاسماعيلي تصل الى اللاعب محمد محسن ابو جريشه. ادي امامنا الكره الراسيه اتقلبت حلوه قوي الحقيقه للخلف، وادي محمد محسن ابو جريشه يعلن عن نفسه. ادي احمد سمير فرج، وادي امامنا كره راسيه محمد حمص يلعبها حلوه قوي. وشوف حضراتكم بقى اتنين رايحين على الكوره، محمد محسن ابو جريشه ومعتصم سالم، ومحمد محسن ابو جريشه يرد على كل من تحدث عنه قبل اللقاء انه لا يمتلك التركيز، لا يملك القدره على التهديف، عشان كده فضل عليه مارك فوتا اللاعب جودوين. وادي امامنا بقى اجاده من محمد محسن ابو جريشه وخطا دفاعي قاتل من دفاع النادي الاهلي في ظل هذه